العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 13 مواطن بفيروس كورونا اليوم. مبادرات لتطوير العملية التعليمية في عرزة. بدء الأسبوع الرياضي لكأس فنقل والاستقلال في الخرطوم. سقوط قتلى في هجوم انتحاري في بيني بالكونغو الديمقراطية بينهم المنفذ. إيران تطلق صواريخ بالستية في ختام مناورات عسكرية. أكبر تلسكوب فضائي لوكالة ناسا وضع في مساره بنجاح. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 13 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 3 من الإصابات في مراكز العزل و10 في مراكز الفحص، 3 في أخريا و2 في ججرات و1 في كل من مايتمناي ووسط المدينة ومعسكر دندن وعد سقدو وقدايف. في غضون ذلك شفي 21 مرضى كورونا في الإقليم الأوسط. وتوفي مريض كورونا من الإقليم الأوسط يبلغ من العمر 75 عاما، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7886، شفي منهم 7658 وتوفي 73 مريضا، فيما لا يزال 155 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 26 من ديسمبر 2021. أفاد مراسل إيرنا اتخاذ المبادرات من مكتب التعليم وإدارة المديرية لبناء فصول دراسية إضافية للدفع بالعملية التعليمية. وذكر بناء مبنى من 3 فصول دراسية في المدرسة الابتدائية والمتوسطة في لعلي عدي. وأفاد مدير المدرسة الأستاذ إيوب قبرآب أن المدرسة بدأت الخدمة عام 1992 ب40 طالب، وارتقت عام 2019 إلى المرحلة المتوسطة، ولحل نقص الفصول الدراسية حاليا رفع عدد الطلاب في المرحلتين إلى 800 طالب. وقال مدير ضاحية دوغموميت التي تقع عليها القرية أن حل مشكلة نقص الفصول الدراسية سيسهم لزيادة عدد الطالبات. وتبعد قرية لعلي عدي مسافة 40 كيلومتر من بلدة عرزة. نظمت السفارة الإريترية في السودان بالتعاون مع الجالية الإريترية في الخرطوم وضواحيها منافسات كرة القدم على كأس فنقل والاستقلال. حضر مراسم افتتاح المنافسات الرياضية في 21 من ديسمبر سفير إريتريا في السودان السيد عيسى أحمد عيسى، وممثلة وزارة الشباب والرياضة السيدة شزال عاشي، ومسؤولو المجلس العالمي للصداقة السودانية والمسؤولين الرياضيين في السودان. يشارك في منافسات إيريل ليج الرياضية 14 فريقا للشباب الإريتريين، ويستمر لأكثر من 5 أشهر باللعب مباراتين كل يوم. دعا قسم القانون والنظام في الإقليم الأوسط عدم مزاولة الأعمال غير القانونية المضرة بالصحة والبيئة، ودعا المكتب المرافق التجارية لضمان مراعاة النظافة والحصول على البطاقة الصحية وتجديد الرخص التدريبية واحترام تعليمات مكافحة كورونا والحذر من بيع المواد المنتهية الصلاحية. أوضح مسؤولو القسم اتخاذ إجراءات التحذير والعقاب والإغلاق للمخالفات التي تضبط بأنشطة الرقابة التي يقومون بها، داعيا المتاجر لاحترام القوانين والتعليمات. وذكر أصحاب المتاجر إدراكهم بأن التعليمات والقوانين الصادرة هي لمصلحتهم ومصلحة المجتمع. تلقى 35 شابا من مديرية بارونتو في إقليم القاشبركة دورة تدريبية ل3 أشهر في تقنية الكمبيوتر.
وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية الأستاذ عبد الوهاب سليمان في مراسم التخريج أن الدورات التدريبية المنظمة للشباب تحقق نتائج مرضية. من جانبه دعا مسؤول الشؤون التنظيمية والسياسية في فرع الاتحاد بإقليم القاشبركة السيد ماريكوس قرماتين الجهات الحكومية والمجتمعية المساهمة لخلق فرص العمل للشباب المتدربين. وذكر سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القاشبركة السيد محمود علي جابرة لاستمرار دعم كافة قطاعات المجتمع في جهود الشباب لاكتساب العلم والمعرفة وضمان مستقبلهم، داعيا الشباب الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لهم وتسخيرها لمصلحتهم ومصلحة الوطن. وأشار الشباب المتدربون إلى حوجتهم لدعم المؤسسات الحكومية والاتحاد لتنمية قدراتهم. توفي في 24 من ديسمبر الكاتب والصحفي تسفاي قبرأب في كينيا عن عمر 53 عاما جراء مرض ألم به. ولد الفقيد تسفاي في إثيوبيا وعمل في الصحافة في تسعينيات القرن الماضي في أديس أبابا لمدة عامين، وبعد ذلك رئيس تحرير مجلة وصحيفة أوفويتا لمدة طويلة إلى جانب كتابة الكتب. وانتقل بعد ذلك للعيش في وطنه إريتريا وتمضية كل وقته في الكتابة، حيث كتب 9 كتاب باللغة الأمحرية وإنهاء كتابين لم يطبعا وترجمت بعض كتبه إلى اللغتين الإنجليزية والأورومية واللغات الإريترية. وعمل الكاتب الصحفي تسفاي لنقل تجربته في الكتابة إلى شباب إريتريا بالتجول في الأقاليم وعقد حوارات وسيمينارات، ووجد الإعجاب والتقدير من الكثير من الشباب. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء يبقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، وفق حصيلة رسمية، لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم بعدما فجر انتحاري قنبلة كان يحملها في مدينة بيني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتعقب القوات الكونغولية والأوغندية متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة. وتضمن بيان المتحدث باسم المسؤول العسكري في بيني الجنرال سيلفان إيكينغي أن الانتحاري بعدما منعه أفراد من دخول حانة مكتظة فجر قنبلته عند المدخل. ويذكر أن الجيشان الكونغولي والأوغندي يشنان عملية مشتركة منذ 30 من نوفمبر ضد القوات الديمقراطية المتحالفة في منطقة بيني الواقعة في ولاية أيتوري الكونغولية. ويقع معقلان الأخيران اللذان تمت السيطرة عليهما في وسط محمية فيروينغا الوطنية في جنوب بيني. استعرضت إيران الجمعة إطلاقا متزامنا لصواريخ بالستية نحو هدف واحد في ختام مناورات واسعة في جنوب البلاد وفق التلفزيون الرسمي. ترافق هذا مع إطلاق تحذيرات من مسؤولين عسكريين لإسرائيل من تنفيذ تهديداتها ضد الجمهورية الإسلامية. وأتت المناورات التي أجراها الحرس الثوري في وقت يوجه مسؤولون في إسرائيل العدو واللدود للجمهورية الإسلامية تهديدات متكررة لطهران على خلفية برنامجها النووي والمفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق الدولي المبرم بشأنه، مشددين على أن الدولة العبرية لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح ذري، وهو ما تنفي الأخير السعي إليه. وفي اليوم الخامس والأخير من المناورات العسكرية، عرض التلفزيون الرسمي لقطات لانطلاق عدد من الصواريخ البالستية من منصات مختلفة في منطقة صحراوية في توقيت شبه متزامن.
ودانت بريطانيا استخدام إيران صواريخ باليستية في التجارب، واصفة الخطوة بأنها انتهاك صريح لقرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي ينص على عدم ممارسة إيران أي أنشطة على صلة بصواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، بما في ذلك الاختبارات التي تستخدم فيها تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. نجح الصاروخ أريان 5 في وضع التلسكوب الفضائي جيمس ويب في مسار مداره النهائي الذي سيبلغه في غضون شهر، على ما أعلن مدير عمليات الإطلاق في مركز الفضاء في غويانا الفرنسية. وقد أشادت ناسا بالتلسكوب باعتباره المرصد الأول لعلوم الفضاء في العقد المقبل. وانفصلت الطبقة العليا من الصاروخ أريان بعد 27 دقيقة من إطلاق التلسكوب الذي سيحتاج ما يقارب من شهر للوصول إلى الموقع الخاص به على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض. ويذكر أن هذا التلسكوب يعد وسيلة للسماح للبشرية بالحصول على لمحة أولية للكون، كما كان موجودا في الوقت الذي يعتقد أن أقدم المجرات تشكلت فيه. ويعمل التلسكوب بالأشعة تحت الحمراء، وتبلغ تكلفته 9 مليارات دولار. وسيتجه التلسكوب خلال الشهر التالي إلى وجهته في مدار حول الشمس على بعد نحو 1,000,000 ميل من الأرض، أو على بعد أضعاف من القمر. أعلن العلماء انتهاء ثوران البركان في جزيرة لامابالا الإسبانية رسميا، مما سمح لسكان الجزر بتنفس صعداء بما يقارب من 200 يوم من بدء البركان في إطلاق الحمم والصاروخ والصخور والرماد، مما قلب حياة الألوف الناس رأسا على عقب. وأثار بركان كومبري بيخيا يوم 19 من سبتمبر قبل أن يهدأ فجأة، لكن السلطات أرجأت إعلان ذلك حتى يوم عيد الميلاد خوفا من إثارة أمل كاذب قبل التأكد من الأمر. ووفقا للإحصاء النهائي لخدمات الطوارئ، دمرت الحمم البركانية حوالي 3000 عقار، وأصبحت تغطي الآن مساحة من الأراضي تعادل نحو 1500 ملعب كرة قدم. ومن بين 7000 شخص تم إجلاؤهم عاد معظمهم إلى ديارهم، لكن العديد من المنازل التي لا تزال قائمة باتت غير صالحة للسكن بسبب الأضرار الناجمة عن الرماد. ختام النشرة، اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء فيها. إصابة 13 مواطن بفيروس كورونا اليوم. مبادرات لتطوير العملية التعليمية في عرزة. بدأ الأسبوع الرياضي لكأس فنقل والاستقلال في الخرطوم. سقوط قتلى في هجوم انتحاري في بيني بالكونغو الديمقراطية بينهم المنفذ. إيران تطلق صواريخ باليستية في ختام مناورات عسكرية. أكبر تلسكوب فضائي لوكالة ناسا وضع في مساره بنجاح. إلى اللقاء.